بعض خير ما عجبهمش كيفاش نتحدث على قيس سعيد ونقول انه قاعد يعمل في مسرحيات سيئه الاخراج بنيه تضليل الراي العام، ونتمنى انه يكون بنيه تضليل الراي العام وهو عارف روحه ايش قاعد يعمل، على خاطر اذا كان زاد الشيء اللي قاعد يعمل فيه عن جهل فهي خيبه زاد بحرت اكثر. وهو باش نعطيكم البروفه انه هو عارف ايش قاعد يعمل، وانه مسرحيه وانه قاعد يغلط في ناس، مع الاسف بعض ناس ما زالت ينطلي عليها السحر هذايا. وهو المثال نتاع الزياره نتاعو للصفات نهار 22 فبراير، تبعوا معايا وتو تشوفوا شنو اللي عمل قيس سعيد بالضبط. تفضلوا سيدي، هاو في الصفات. معناها اللي تقعد في المخازن حتى توفى المده الصلاحيه نتاعها امر غير مقبول، في حين في مره الناس تتقاسم في حكه دواء داخل صيدليه. ولا ميلودرام، الناس تتقاسم في حكه دواء داخل الصيدليات، دواء مفقود. الله يبارك. شكون الدواء المفقود؟ تو باش يمشي في وسط الصفات، يعني اللي هي مؤسسه عموميه، دونك مقر نتاع فساد بالنسبه ليه، وهو باش يكشف الفساد. شدوا في بالكم الكلام اللي قلته لكم. شوفوا السيد اللي ماشي باش يعاين البلاد، باش يعاين وضعيه، اي مسؤول اي رئيس ماشي باش يعاين وضع باش يصلحوا، همه في الوضع اللي باش يصلحوا ولا همه في المسرحيه وفي الشو اللي باش يعملوا؟ شوفوا اللي يدلكم على شنو الشو اللي باش يعمل فيه. الرئيس جاي باش يتفقد، يشوف زياره باش يصلح حال وضعيه. يعني واقفوا قصدا. يا سيدي اش تشوفوا هوني على الفيستا نتاع الرئيس في الروفير نتاعو لاسق ميكرو. شفتوش يا رئيس في دنيا ربي هابط يزور في حاجه باش يصلح حاجه، يتفقد حاجه، يعاين حاجه، وهو ديجا محضر روحه الفيلم وعامل الميكرو لابسه ديجا سيناريو مكتوب، وحاضر جاي باش يعمل الشو نتاعو. وين صارت؟ وريونا ترى في اي بلاد صارت؟ لا شفتوهاش مره الحكايه هذه وقعت. نقدموا اكثر وشوفوا اسمعوا معايا السيد ايش قاعد يقول له. يمكن راهو الديريكتور تكنيك ما نعرفوش شكون الحقيقه. السيد رئيس المدير العام هو اللي شعره بالشيب سي بن صفته، لكن اللي بجنبه يمكن الفارماسيان ريسبونسابل دو سيت جايز. اوش قاعد يقول لسعيد وقت السعيد يحب يفسر على اساس انه اهدار وفساد وهدار المعنى العام، السيد قاعد يقول له راهو ديفو دو فابريكاسيون يصير كيما المعامل الكل، ثم يصير ديفو دو فابريكاسيون لسبب من الاسباب، السلعه اللي تخرجها ماهيش مطابقه لسبب من الاسباب. هذا موجود في عند كل عمل بني ادم، كل انسان يخدم حاجه لابد انه تطلع عنده حاجه ديفكتيوز. شوفوها ترى هو يخرج لهنا الرئيس كان نون كونفورم، يعني امور تري ستريكت في الدواء. اي اما هو انتهت مده صلاحيته منذ مده. لا اوكي يقول له راهو نون كونفورم، معناها ديجا ماهوش ما خرجش، ما فيش صلاحيه، معناها ديشي ديشي. يقول له لا انتهت مده صلاحيته، هو ديشي ما عندوش صلاحيه، ماهوش معد اصلا باش يقع استعماله. يقول له لا انتهت تبعوا يعني لا منطق غياب. حتى في الراجل يحكي في بواد والسيد الاخر يحب يخرج حاجته حاجه معينه، ميساج يحب يوصل للعباد راهو انا نحارب في الفساد، واو الفساد ونحارب فيه. يخرج نون كونفورم نون كونفورم. وكيفاش يخرجوا نون كونفورم؟ فما دي زاناليز يتحملوا. لا ما راك يجي لهنا علاش يجي بيان سور فما دي زاناليز ما تعداش. ما يخرجش ساحه السامه تاع هو بالنسبه للعمليه هذه مش عمليه سهله، معناها بالنسبه لاي دواء هو المفروض هذا مثل المناظر هذه ولا الموجوده المقرفه المخجله بالنسبه للشعب التونسي. ولا هاو الميساج. دونك خلينا الكلام الاخر الكله نقزنا عليه في المونتاج تاع الفيلم اللي قاعدين نعملوا فيه، نقصوا الكلام هذاك الكله. الكلمه نتاع انه نون كونفورم شكون باش يفهم بها عاد تاع الشعب؟ احنا ماناش طب الشعب التونسي الكل ولا مختص في الدويات باش زلقوا تو ناخذوا لا بوستور وقفه. هذا المناظر الخايبه والاشياء وهذا اللي لازم نعملوا له، وهذا اللي لازم نتصدى له، وانا هنا اللي موجود باش نتصدى له، وانا باش ننظف الدنيا كلها. فوالا فيلم نتعداو لبقيه الفيلم. فيلم توا باش ندخلوا للدبوات. الناس اللي تعرف شويه في التصوير تفهم في التصوير، تفهم اللي اللي قاعد يصور مش يصور على الكاميرا على كتفه وترعش ولا ثم حاجه، قاعد يصور على تريبيي والشام محلول قدامه والدنيا واضحه. وحتى في الاغيار بلان كي الناس اللي تثبت في الفيلم الكل خاطر مش تعدوا فيه يشوفوا انه زميله الاخر يجري بالتريبي كيف ماشي باش يحضر في الدب، والاخر باش يحط باش يكون الشان واضح والدنيا كل. يعني الناس قاعدين فيلم محبوك مريقل. شوفوا كيفاش يتحدثوا على الدويات اللي هما لقاوهم
على اساس انهم بيغيمي. شوف اللغه المستعمله. ما تطلعوش علاش ما تطلعوش؟ سيد الرئيس هذه الانسباسه نتاعنا يتباع لاكتافون برا بالشركات الخاصه والانسباسه نتاع الزوالي ما يتباعش. هي القضيه هذه ما يتباعش نتاع لوبيات معناها قضيه فساد ماهيش قضيه الامر ما نلقاوش وين يتباعوا. معناها التوانسه توجع على الدواء في الصيدليات وما تلقاش لانه بعض اللوبيات توا دخلنا في المغالطات. يلزمنا نرميو كلمه فساد ويلزمنا نرميو كلمه لوبيات، وبطبيعه الحال العباد اللي تسمع تقول لك هذا كلام صحيح، خاصه انه اللي يخدم غاديك قال هذا الدواء الزوالي. هو الدواء هذايا دواء ماهوش ارخص واحد فيه. في نفس تعرفوا الدوايات ثم واحد هو نفس الدواء، واحد يسميه محمد، واحد يسميه علي، واحد يسميه ابو بكر، واحد يسميه بالقاسم، هو نفس الدواء. الموليكول دو باز الماده الاولانيه هي بيتها يا سيدي. في الدواء هذوكم هو هذا نتاعهم ماهوش ارخص واحد، دواء الزوالي. والدواء الاخر اللي هو ارخص ما اللي يسمي فيه السيد الدواء الزوالي، اللي هو دواء الزوالي بالحق، ومانيش نسمي الاسامي على خاطر مانيش نعمل اشهار للشركات. هالدوايات هذوما شكون يصنع فيهم؟ يصنعوا فيهم التوانسه. مرخصت لهم الدوله باش يصنعوا، وقت صنعوا التوانسه هذوما ورخصت لهم الدوله ونجحوا باش يعملوا دواء ارخص من الدواء اللي هو تصنع فيه الدوله، نوليو اسمهم لوبيات ونوليو نتهموا فيهم. هم قاعدين يخدموا في عباد ويخلصوا لك في اداءات وديزامبو الناس هذوما ويزودوا لك في السوق، وقت انت غير قادر انك باش توفر الدوايات هذوما هم قاعدين يوفروا فيها. والحكايه هو انه مش واحد فقط، يعني برشا موجودين يوفروا لك فيه الدواء هذا. شوف كيفاش تتباع على حكايه للتوانسه، وبطبيعه الحال الناس باش ما عندهاش خبره تقول لك كلام صحيح، الرئيس يقول فيه شنو الكلام هذا. نواصلوا. وتوا مع تدخل الولي اللي يحل في الباكوات وجبد له باكو دواء بيغيمي. هذاك لانالغو سيد الرئيس عنده 4 سنين مش موجود في البلاد. لانالغو هذا راه التاريخ الصلاحيه نتاعو. نشوفوا افريل 2020 افريل 2020 وعلاش ما توزعش في السوق؟ هذوما الناس يلزمهم يتحاسبوا. هذه سي البوكي فينال معناها كيما يقولوا فرانسيس لا سوريس سور الجاتو. هذا الديسير الاخراني. يخرج لنا الجون يقول له الخدام يقول له هذا عنده 4 سنين ماهوش موجود في السوق. اي لان الجون ماهوش موجود في خاطر 70% منه يمشي السبيطارات ساعه، السبيطارات كلها فيها لان الجون. ثم موش ارخص واحد، ثم واحد ارخص من لان الجون بقريبه 400 فرنك يصنع فيه مصنع، مانيش نقولوا على اسمه، مصنع خاص تونسي. يظل الدواء الزوالي موش لان الجون في الحاله هذه. ثم شنو اذا كان هو ما تباعش ما طلبوش، ما صارش طلب عليه، ما خرجش، ما صارش، ما ثماش ديليغي مشى باش عمل له ريبريزونطاسيون، ديليغي باش يدور للطب وسيرفيس كوميرسيال. شو ذنب شكون؟ ذنب الناس اللي قاعده تخدم اللي هي ولات متهمه لوبيات وفساد وكذا اللي ناجحين. فتريتوا كلها معناها في الاخر شنو؟ مسرحيه. الحكايه كلها مؤسسه من المؤسسات العموميه، مشكلها كيما مشكل المؤسسات العموميه الكل اللي موجوده، الكلها موضوع نتاع بيروقراطيه، نتاع تصرف ما فيش سوبليس، نتاع تداخل نتاع الدوله اللي هي بقلقمها من قديم الزمان، ماهوش موضوع جديد، موضوع ماهوش عنده حتى علاقه باللي صار في جويليا 21. هاك ريتو الدوايات هذوكم بيغيمي يقول لك من 2018 ل 2020 الدوايات هذوكم تكدسوا غادي، على خاطر الناس ما تعرفش انه الدوايات مواد فيهم دي بيرتورباتور اندوكرينيان وفيهم مواد اللي تنجم تكون سامه، فما بقاش التصرف فيهم كيما يجي، تتصرف فيهم شركات خاصه الاختصاص نتاعها هذاك. والشركات هذه قليله في تونس، واهم شركه فيهم كانت المده الفائته معطله الكل على العمل، مازالت كي رجعت تقريبا تخدم، فعندهم دي ستوك الكلهم عندهم دي ستوك. الشركات الكلها اللي تصنع في الدوايات عندها دي برودوي بيريمي، عندها في كي سون ستوكي. يعني الموضوع كان نجم يتعامل معاه باكثر جديه مباشره، من غير من غير الافلام هذه. فهنا القصد ماهوش قصد انه باش يصلح اي شيء، وانما القصد هو انه باش يظهر للعباد قيد الشعبويه اللي موجوده، يعني الغرائز انه هو قاعد فريمون واقف متصدي للفساد اللي هو يرى فيه بارتو، حيث ليس الموضوع نتاع فساد، وانما حتى في اقصى ما فما في حالته هو سوء اداره للاشياء للدوله اللي بحق، وهي فيها عديد المناطق اللي فيها سوء اداره، خاصه الرزق البليك اللي هو يلزموا ناس جديين وناس صحاح وبرامج حقيقيه وكذا. بالرياض
هذه يعني مشطره من مشاطر، واللي يحب مازال يحب يصدق ربي معاه. يتواصل يقعد يصدق على روحه. اما هذه افلام سيئه الاخراج نتاع قيس سعيد. دمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء.